في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك شاب يدعى علقمة، معروف بكثرة عبادته لله، محافظ على الصلاة والصيام والصدقة. وفي يوم أصيب بمرض شديد حتى اقترب من سكرات الموت، ففزعت زوجته وطلبت من الصحابة أن يستدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وعليا وسلمان وعمارا رضي الله عنهم لزيارة علقمة، فلما وصلوا إليه لقنوه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكن لسانه لم يستطع النطق بها. عاد الصحابة مسرعين لإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأوا، فسألهم: هل من أبويه من أحد حية؟ قيل: يا رسول الله أم كبيرة السن. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب إليها وبلغها سلامي، فإن استطاعت المشي فلتأتني، وإن لم تستطع فأنا آتيها. ذهبت أم علقمة بنفسها وجلست أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها: يا أم علقمة، أخبريني بالحق عن ابنك، فإن كذبت نزل علي الوحي. قالت: يا رسول الله إن علقمة كان كثير الصلاة والصيام والصدقة، لكنني ساخطة عليه لأنه كان يؤثر زوجته علي ويعصيني لإرضائها. فقال رسول الله: إن سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن الشهادة. ثم قال: يا بلال انطلق واجمع لي حطبا كثيرا. قالت الأم: يا رسول الله وما تصنع؟ قال: احرقه بالنار بين يديك. قالت: يا رسول الله أتحرق ابني أمام عيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب الله أشد وأبقى، فإن أردت أن يغفر الله له فاعف عنه، فوالله عبادته لا تنفع ما دمت ساخطة عليه. فلما سمعت ذلك بكت الأم ورفعت يديها وقالت: اللهم إني قد رضيت عن ابني علقمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: اذهب وانظر هل يستطيع علقمة أن يقول لا إله إلا الله، فلعل أم علقمة تكلمت بما ليس في قلبها. فذهب بلال، فلما دخل البيت سمع علقمة وقد نطق الشهادة، فخرج بلال وقال لمن حضر: أعلم أن سخط أمه قد حبس لسانه عن هذه الكلمة، وبرضاها فتح له. ولم يمضي وقت طويل حتى توفي علقمة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بتغسيله وتكفينه، ثم صلى عليه بنفسه. وبعد دفنه وقف على قبره وقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إليها ويطلب رضاها، فرضى الله في رضاها وسخط الله في سخطها.